خلاف كبير راه صاري بين كنزة مرسلي ومنال حدلي، يا ترى هاد الخلاف كاين منه ولا ما كانش منه ولا مجرد بروباغندا وإشاعات مروجة بين المتابعين؟ هاد الشي اللي راح نعرفوه في هاد الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الياس الجزائري. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل جديد، ودعمونا باللايك ونروحوا نهضروا على هذا الموضوع اللي صار اليوم. انتم راكم عارفين انه فوازير كنوز العالم اللي قدمتها الفنانه الجزائريه كنزه مرسي، بعد الحلقه الخامسه كنزه مرسي غابت بسبب المرض لانها اغمي عليها على الهواء مباشره في استوديو فوازير كنوز العالم، فاستبدلوها بمنال حدلي اللي كانت قدمت فوازير السنه الماضيه تحت عنوان نال مع منال. هذا الشيء شيء جميل وتصرف جميل من منال حدلي انها عوضت كنزه مرسي في الفوازير. بعد مده كنزه مرسي برات ورجعت للاستوديو وبداو يقدموا الفوازير مع بعض كما راكم تشوفوا في هذه الصوره، وهذا الشيء انا حبيته بزاف بزاف بين هذا الثنائي، وان شاء الله يا رب الشيء اللي راح نهضر عليه في هذا الفيديو يكون اشاعه وما يكونش صح، وان شاء الله في الايام القادمه لما لا نشوفوا فيديو بين كنزه ومنال. المهم، اول شيء نشكر بزاف بزاف كنزه مرسي على تمثيلها في الفوازير، سواء التمثيل، الاستعراض، الغناء والتقديم لفوازير كنوز العالم، لانها جابتها على حقها وطريقها وبطريقه جد 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 رائعه، واثبتت نفسها لكل العالم ولكل منتقديها، غنت بكل اللهجات وبكل خامات الصوت وبكل الطبقات واتقنت كل الاغاني. الان ما كانش انسان يقول انه صوت كنزه محدود. انا واحد من الناس كنت نشوف انه صوت كنزه محدود، والله اعلم، نحسبها انها مش ربما راح تتمكن من، صراحه هذا رايي في السنوات السابقه، ولكن كما قال لك الزمن يكفي لكل شيء، يشفي الجروح، يشفي الآلام، يثبت الناس، يثبت كل شيء، وكنزة موسلي أثبتت نفسها ولنفسها ولكل العالم، وتحدت نفسها وتحدت كل العالم، والحمد لله أنها نجحت ووصلت فوازير كنوز العالم من خلال كل فزورة. شفنا إحساسها، سمعنا صوتها وكل شيء. الآن نرجع لموضوعنا الأصلي، وشي هو وشي صاير وشي صاير من دابا كبيرة في الانستغرام، واللي هي دوك نقرا لكم. تشوفوا هنايا راح تظهر على الشاشة ستوريات من عند منال حدلي والستوري الأخيرة من عند كنزة موسلي، وقولوا لي تفسير الجمهور علاش راه يفسر اشياء كيما هاك، واسكو كاين منها ولا ما كانش. نروحوا نقراو ستوريات منال الحدلي. ستوريات منال الحدلي، نروحوا للستوري. طبعا ها هي هاد الستوري اللي قدامكم، خليكم تقراوها نتوما، وفي نفس الوقت انا راح نقراها ايضا معكم، وان شاء الله اكيد واش نقول لكم، ربي يجيب الخير، لانه صراحه والله ما نتمناش انه يصير خلاف بين هادو الفنانتين، لانه صراحه قدموا حاجه بالطبع بالطبع بالطبع. اكيد الفضل الكبير يعود لله عز وجل في توفيق جميع الناس. بعدها الفريق، ياسين محفوظ، قناه سميره تيفي، وهبه بوديب، كنزه مرسلي على استعراضها، على صوتها، على تمثيلها، على كل شيء، ومنى الحدلي على وقفتها مع كنزه مرسلي ومع قناه سميره تيفي. الان راح اقرا لكم. الله غالب الشبكه شويه ثقيله فمازال ما لحقتش على الستوريات. نكتبوا حدلي، خرج لنا منال الحدلي، والان نقراو هنايا الستوري كما راكم تشوفوا. منال الحدلي، لازم نحكي لكم على واحد الحاجه واعره وكبيره بزاف، صدقوني رايحين تنصدموا، وبما انه هذا الستوري تزامن مع 1 افريل، اغلبيه الناس حسبوها انها بوستون دافريل او كذبه افريل. بعدها مباشره، مش مباشره، بعد 20 ساعه او 18 ساعه، عاودت دارت ستوري واحده اخرى اللي قالت فيها لا لا ماشي بوستون دافريل، بوستون دافريل هي اصلا حرام. وانا اصلا نكره الكذب والكذابين، وكي جا الموضوع على الكذب انا الصراحه راني مصدومه في بعض الناس، اللي اكتشفتها مؤخرا، لانه للاسف كنت نحبهم ونشوفهم مثل الملاك، لكن الحمد لله ربي يكشف. ربي يكشف ربي يكشف المنافق والكذاب، وربي ابدا ما ينصرش الظالم، وعلى نياتكم ترزقون، واللي يشد في ربي. صراحه ستوري هكذا شويه وتروح، شد في ربي جامي يطيح. هذه كانت ستوري منال حدلي كما راكم تشوفوا، والان نروحوا نشوفوا اخر ستوري عند كنزه مرسلي. بالنسبه لستوري كنزه مرسي كما راكم تشوفوا هنا، هي عباره عن فيديو تتحدث فيه عن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعن اجرهم في الدنيا والاخره. يا درا واش اللي صاري؟ هل اسكو هاد الستوريات راهم علاقه ببعض وكاين خلاف بيناتهم ولا ما كانش خلاف، وراهي مجرد اشاعات بين الجمهور اللي راهم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهكذا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نشكركم بزاف 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 على حسن الاصغاء والمتابعه وعلى دعمكم وتشجيعكم لي في باقي الفيديوهات. اشتركوا في القناه هكذا باش يوصلكم كل جديد، فعلوا الجرس وحطوا لي تعليقات ولايكات، والى اللقاء.